استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة ليزا التي لعبت في طفولتها دور الطفلة هند في المسلسل الشهير هند والدكتور نعمان، وذلك في زيارة لها لمصر بعد غياب 40 سنة. واستعادت ليزا كواليس مشاركتها في مسلسل هند والدكتور نعمان. قالت إنها مرت بعدة اختبارات قبل أشهر من لقائها الأول مع الفنان الراحل كمال الشناوي، وكان عمرها في ذلك الوقت 6 أو 7 سنوات. وأضافت ليزا: رحنا مكان وكنت فرحانة ولقيت الفنان الكبير كمال الشناوي، وكان قمر ومش عجوز لكن بيمثل إنه عجوز، وقعد يكلمني ويهزر معايا وأنا قاعدة أقول كان بيمثل مع شادية في أفلام الأبيض والأسود وبحب أوي ومش مصدقة نفسي، ولما سألني انتي عارفة أنا مين، لكن أنا نسيت اسمه. وأوضحت ليزا سبب تصوير المسلسل خارج مصر. قالت: المسلسل اتصور في تونس وافتكر عشان يتعرض في العالم العربي كله مش في مصر بس، وفي أجزاء اتصورت في مصر زي الشارع اللي مسكت فيه المجرم والنادي. وتابعت وقالت: فاكرة إن كمال الشناوي كان بيعملي ضفيرة شعري ودايما أزعل لما يسيب حتة منها، وفي تونس كنا على طول بناكل مع بعض. وقالت ليزا عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: كانت عسل معايا ولما اكل تقولي يا ليزا بلاش تعومي بايدك وانتي بتاكلي. وأوضحت ليزا إنها حزنت بسبب عدم تمكنها من لقاء كمال الشناوي ورجاء الجداوي أثناء زيارتها لمصر، وزعلت لما جيت مصر ولقيت الناس كلهم في السينما كنت أحب أشوفهم تاني، وكمان المخرج رائد لبيب اللي كان بيجيبلي شوكولاتة كل يوم. كما استعادت ليزا ذكرياتها مع الفنانة الراحلة زوزو نبيل، وقالت: كانت زي ماما وتقعد تحكيلي حكايات، وكنت حنينة قوي وكنت حاسة إني قاعدة مع عيلتي. ومسلسل هند والدكتور نعمان من أشهر الأعمال التلفزيونية في الثمانينات، عرض سنة 1984 وهو من تأليف لنين الرملي وإخراج رائد لبيب، وشاركت في بطولته نخبة من النجوم ومنهم كمال الشناوي، مجدي وهبة، رجاء الجداوي، حسين الشربيني، أحمد راتب وآخرون.